السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تظهر لكم القناة بتاعتي، انا اسمي مريم، بقدم اكلات سهلة بوصفات بسيطة جدا. لو اول مرة تظهر لكم القناة يا ريت تدعموني باشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهاردة هنعمل معاكم البسبوسة، هنعملها بطريقة حلوة قوي ودايبة فظيعة. حقيقي اللي مش هيجرب الطريقة دي عمره ما كل بسبوسة. شايفين؟ دايبة بطريقة احلى من المحلات الحلواني بكتير قوي. شايفين عاملة ازاي؟ اول حاجة معايا نص كيلو من دقيق السميد او دقيق البسبوسة، ومعايا رشة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعايا معلقة صغيرة من الفانيليا البودر. هقلب المكونات الجافة مع بعض واضيف معاها معلقتين كبار من الدقيق. هحضر بقى المكونات السائلة بتاعتي، بحط كوباية من السكر على النار بخليها تتكرمل، بس اوطي النار عشان ما تتحرقش مني ويبقى طعمها فيه مرارة. هو ده الشكل اللي انا عايزاه. هضيف عليها كوباية الا ربع من السمنة، ياريت تكون سمنة كويسة عشان بتفرق في الطعم معاكي. هقلبهم مع بعض كويس. وهضيف كوباية من اللبن. هقلبهم مع بعض بس نوطي النار عشان اللبن هتحسوه بيغلي. هيغلي دلوقتي عشان ما هيفور. بحط الخليط بتاعي على المكونات الجافة واقلبهم كويس. هبتدي افضيهم في الصينية.
انا هبططها بايدي. الخطوة دي اختياري، عايزين تحطوا مكسرات من فوق، عايزين تحطوا سوداني، عايزين تسيبوها سادة، زي ما تحبوا. انا حطيت عليها سوداني مكسر. وبتبططه بايدك او بالمعلقة اللي معاك. اخر حاجة معايا بجهز الشربات. هضيف كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية. هقلبهم واوطي عليهم النار. لما يوصل معايا الشربات لمرحلة الغليان، بعصر عليه عصرتين ليمون وبقفل النار. بس انا مش بخليه يبرد يعني، يفضل يكون الشربات سخن والبسبوسة سخنة، ده بيفرق. هضيف الشربات بتاعي، بس ما نقطعش البسبوسة وهي سخنة، هتتفرول مننا وهتبوظ خالص. لازم لما نيجي نقطعها تكون باردة تماما. هبتدي اقطعها. وده كان الشكل النهائي. ياريت لو عجبكم الفيديو تدعموني باشتراك ولايك للقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. دايبة بطريقة حلوة قوي، شايفين؟ اشوفكم في اكلة جديدة. باي باي.